في الشرح ده هنتكلم عن 5 أغلاط مالية ممكن جدا تكون هي السبب اللي موقف ناس كتير في مكانها مهما كان دخلهم. طيب خلينا نبدأ سؤال يمكن كتير بيسألوه لنفسهم. ليه الواحد ممكن يشتغل ويتعب طول عمره وفي الآخر يلاقي نفسه محل سر من الناحية المادية؟ الإجابة صدقوني ممكن تكون صادمة شوية. لأن المشكلة الحقيقية يا جماعة مش في المرتب قليل ولا كتير، لأ، المشكلة أعمق من كده بكتير. المشكلة في قرارات صغيرة، حاجات بنعملها كل يوم وإحنا مش واخدين بالنا إنها بتبني أو بتهدم مستقبلنا المالي. يلا بينا ندخل على طول في أول وأهم غلطة، وهي إن الواحد ما بيعرفش يفرق بين الحاجة اللي بتزود فلوسه والحاجة اللي بتسحب منه فلوس. بصوا تعريف بسيط إزاي، بس في نفس الوقت خطير جدا. الأصل ببساطة هو أي حاجة بتدخل فلوس في جيبك، زي مثلا استثمار بيكبر أو شقة بتأجرها. أما الالتزام فده العكس تماما، ده أي حاجة بتطلع فلوس من جيبك، زي قسط عربية قيمتها بتقل كل يوم، أو ديون كروتك كمان. وهنا بقى الفخ النفسي الكبير اللي ناس كتير بتقع فيه. كتير من الناس بيشتروا عربية فخمة أو أحدث موبايل ويقول لك أنا بستثمر في نفسي، بس الحقيقة المرة إنهم اشتروا التزام بيشفط دخلهم كل شهر. طب والنتيجة إيه؟ النتيجة إن الواحد بيلاقي نفسه محبوس في دايرة ما بتنتهيش. المرتب نازل من هنا رايح على طول للأقساط والفواتير من هنا، وما بيفضلش أي حاجة عشان تبني بيها أصول بجد. الحياة بتتحول لسباق، بس سباق عشان تغطي المصاريف، مش سباق عشان تبني مستقبل. طيب نيجي للغلطة التانية. الغلطة دي بقى عاملة زي تسريب صغير في سفينة، ممكن ما تشوفوش بس مع الوقت بيغرق السفينة كلها، ودي حاجات بتحصل كل يوم. المصطلح ده مهم قوي، التسريبات المالية. دي مش المصاريف الكبيرة الواضحة، لا، دي المصاريف الصغيرة اللي الواحد بيقول عليها مش هتفرق، بس الحقيقة إنها لما بتتجمع على مدار سنة بتعمل مبلغ الواحد ما يتخيلوش. والأمثلة دي كلنا عارفينها. كل حاجة لوحدها تبان تافهة صح؟ بس فكروا فيها كده، كوباية القهوة الغالية دي كل يوم في آخر السنة تعمل كام؟ فلوس كان ممكن جدا تتحول لأصل بيكبر مع الوقت، بدل ما هي مجرد فلوس بتطير في الهواء. الغلطة التالتة دي بقى يمكن تكون أخطرهم. ليه؟ لأنها مستخبية ورا قناع الأمان والحكمة. الواحد بيبقى فاكر إنه كده في السيف سايد، وهو في الحقيقة بياخد أكبر ريسك في حياته. وهي فكرة إن الأمان الحقيقي هو وظيفة ثابتة وخلاص. في العصر اللي احنا فيه ده، الاعتماد على مصدر دخل واحد بس اللي هو المرتب بقى هو ده الخطر بعينه. أي شركة ممكن تمشي أي حد في أي وقت، والاقتصاد نفسه بيتغير بسرعة البرق. فالأمان الحقيقي مش في الوظيفة، الأمان إن الواحد يبني نظام مالي خاص بيه. والمقولة دي حقيقية جدا. أكبر مخاطرة هي إنك ما تخاطرش أصلا. اللي بيفضل قاعد في منطقة الراحة بتاعته وخايف يستثمر فلوسه أو حتى يبدأ حاجة صغيرة على جنب، هو كأنه بيراهن بمستقبله كله على استقرار حاجة هو أصلا مش بيتحكم فيها. ودلوقتي وصلنا لآخر غلطتين، ودول ممكن نسميهم قتل الثروة الصامتين. خلينا نشوف الغلطة الرابعة. الظاهرة دي ليها اسم، تضخم أسلوب الحياة. يعني إيه؟ يعني أول ما الدخل يزيد تيجي ترقية، علاوة. أول حاجة بتتعمل هي إن مستوى المعيشة يعلى معاها، عربية أحسن، بيت أكبر، لبس أغلى. والنتيجة الواحد بيفضل في نفس الدايرة المالية بس بمصاريف أعلى وديون أكتر. ودلوقتي بقى نيجي للغلطة الأخطر على الإطلاق، الغلطة اللي هي أساس كل اللي فات ده. هي دي مربط الفرس، إهمال التعليم المالي. لما الواحد يختار إنه ما يفهمش الفلوس بتشتغل إزاي، ما يعرفش يعني إيه أصل ويعني إيه التزام، ما يعرفش قوة الفايدة المركبة، هو كده حرفياً بيسيب مستقبله للصدفة أو لأسوأ نصيحة ممكن ياخدها من أي حد. بس الخبر الحلو إن كل ده ممكن يتغير. التحول من الفشل للنجاح المالي مش محتاج بالضرورة زيادة في الدخل، قد ما هو محتاج تغيير في طريقة التفكير نفسها. ودي حقيقة مطلقة. الموضوع مش مين بيكسب كام، الموضوع هو الواحد بيعمل إيه باللي بيكسبه. ممكن 2 يكون مرتبهم زي بعض بالملي، وبعد 10 سنين تلاقي واحد بنى ثروة والتاني غرقان في الديون. الفرق الوحيد سلسلة قرارات يومية صغيرة. المقارنة دي بتلخص القصة كلها. بصوا الفرق بين العقليتين. لما تيجي مكافأة، عقلية الاستهلاك بتفكر في إيه؟ موبايل جديد، وده التزامه قيمته بتقل من تاني يوم. أما عقلية الاستثمار فبتفكر إزاي تحول الفلوس دي لأصل قيمته بتزيد مع الوقت. هي نفس الفلوس، بس النتيجة بعد كام سنة بتبقى فرق السما من الأرض. يعني في الآخر الموضوع بيرجع للاختيار. القوة في إيد كل واحد. كل قرار شراء، كل جنيه بيتصرف أو بيستثمر، ده يعتبر تصويت على شكل مستقبل المالي اللي الواحد بيبنيه لنفسه. وعلشان كده السؤال اللي لازم كل واحد يسأله لنفسه مش هعمل إيه بكرة، لأ، السؤال الأهم هو إيه أول قرار مالي مهما كان صغير ممكن أغيره النهاردة؟
لأن الإجابة على السؤال ده هي بداية كل حاجة.